أيمن. باختصار لو سمحت حتى نعطي فرصة أخرى للصحفيين. مهنا الحبيل، صحيفة الحياة. معالي الشيخ صباح، أعتقد أن من مهم جدا أننا نتمسك بالإنجاز الذي وصل إليه مجلس التعاون الخليجي، وأن كنا على المستوى الثقافي والشعبي لا يزال التطلعات أكبر بكثير مما جرى. الكويت تستحق التحية في أن زخم مشروع الاتحاد باقي، ولم نفقد الشقيقة عمان التي نتمنى أن ننضم جميعا باتحاد قوي بالفعل. فتحية للكويت على دورها الذي عبر بالقمة. معالي الشيخ صباح، سؤال لكم بصفتك رئيس المجلس الوزاري لهذه الدورة الحالية. البعد الاستراتيجي بعد قلق جدا في المنطقة، وشعوبنا غير مطمئنة كليا كما تفضل بعض الزملاء للدور الإيراني والحروب بالوكالة تقوم بها. تركيا محور استراتيجي مهم، تعرضت في الفترة الماضية إلى حملة أو خطاب إعلامي، ومن الخطورة أن نفقدها. هل ننتظر من معاليكم كرئيس لهذه الدورة مبادرة تعزز هذا الجسر الاستراتيجي؟ وسؤال صغير جدا لمعالي الدكتور عبد اللطيف مع مقرون بالتحية. لفت نظري الاهتمام بالمثقفين والمفكرين والكتاب. نرجو أن يكون هناك سلوك تنفيذي، ونرجو أن يشمل الإصلاح السياسي والحقوقي الداخلي، والمجلس بإذن الله عندما يجمع بين هذا العمل المزدوج سننجح للوصول للاتحاد. شكرا للسؤال. شكرا لكم. شكرا. هو ما في شك أن كلنا ندرك المخاطر وتسارع الأحداث في المنطقة. قضايا العالم كلها موجودة، وانشغال العالم موجود في قضايا عندنا في المنطقة، ويمكن نروح إلى أبعد من اليوم. منذ عام 2005 حين عصفت الأزمة المالية في العالم، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكل بقاع العالم، الاقتصاديات المتماسكة المتمكنة اللي بعضها يعتمد على مورد واحد وناظر في دولنا كانت تدير وتحسن مواردها، وكانت يعني ملتقى لجميع الجهات في العالم. تطور الأحداث وتسارعها وقضايا اللي منشغل فيها العالم عندنا في منطقتنا يستدعي أن يكون عندنا نظرة استراتيجية، وإحنا يعني نشيد ونترحم على من سبقنا بإنشاء هذه المنظومة اللي يعني جعلت من دولنا متماسكة في مواجهة هذه التحديات. الأمر المطلوب منا متابعة ما قام به من سبقنا في أن أسس لنا هذا الكيان المتماسك، شلون نواجه التحديات الكبيرة اللي إحنا مقبلين عليها واللي إحنا نعيشها. يعني هذا مطلوب منا، وهذا أمر منشغلين فيه يعني انشغال تام ومنغمسين فيه انغماس تام، لأن مصير أمننا واستقرارنا مرتبط بما يحدث في الإقليم حولنا. فالعلاقة مع إيران يعني أعطيت ما تستحق من أهمية. العلاقة في الأمن والاستقرار في المنطقة أخذ ما يستحق من أهمية، وأحد الإخوان أشار إلى البعد العسكري، لكن مع الأبعاد الأخرى العلاقة مع تركيا، جميع دولنا تتمتع بعلاقات متميزة مع تركيا، وعندنا في دول مجلس التعاون حوار استراتيجي مع تركيا، عندنا فرق تعمل في كل القطاعات وأنجزنا فيها يعني خطوات كبيرة. لما فتحت تركيا التسجيل للتملك في تركيا أكبر من استملك فيها دول مجلس التعاون، الكويت والسعودية وبقية دول مجلس التعاون. لما نرى الإحصائيات في السياح الخليجيين، أكبر رقم سياح لتركيا سياح خليجيين، بالتالي إحنا ويا تركيا يعني في علاقات مميزة كدول، علاقات ثنائية وكمجموعة كمسيرة كمنظومة. لنا توجه استراتيجي مع تركيا قطعنا من خلاله في الفترة السابقة واللي إحنا حريصين عليها أن تزداد، يعني تعاون كبير في مجالات وقطاعات كبيرة. فتركيا من الدول المهمة بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون وتحظى ما تستحق من أهمية.